من يخرج الدجاجة من الزجاجة؟ هذه قصة رواها أحد المعلمين الأفاضل، وكان يتصف بالذكاء والحكمة والحلم وسرعة البديهة. يقول هذا المعلم وهو معلم للغة العربية: في إحدى السنوات كنت ألقي الدرس على الطلاب أمام 2 من رجال التوجيه لدى الوزارة الذين حضروا لتقييمي، وكان هذا الدرس قبيل الاختبارات النهائية بأسابيع قليلة. وأثناء إلقاء الدرس قاطعه أحد الطلاب قائلا: يا أستاذ، اللغة العربية صعبة جدا. وما كاد هذا الطالب أن يتم حديثه حتى تكلم كل الطلاب بنفس الكلام، وأصبحوا كأنهم حزب معارضة، فهذا يتكلم هناك وهذا يصرخ وهذا يحاول إضاعة الوقت وهكذا. سكت المعلم قليلا ثم قال: حسنا، لا درس اليوم، وسأستبدل الدرس بلعبة. فرح الطلبة وتهجم الموجهان. رسم هذا المعلم على اللوح السبورة زجاجة ذات عنق ضيق، ورسم بداخلها دجاجة، ثم قال: من يستطيع أن يخرج هذه الدجاجة من الزجاجة، بشرط أن لا يكسر الزجاجة ولا يقتل الدجاجة. فبدأت محاولات الطلبة التي باءت بالفشل جميعها، وكذلك الموجهان، فقد انسجما مع اللغز وحاولا حله، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل. فصرخ أحد الطلبة من آخر الفصل يائسا: يا أستاذ، لا تخرج هذه الدجاجة إلا بكسر الزجاجة أو بقتل الدجاجة. فقال المعلم: لا تستطيع خرق الشروط. فقال الطالب متهكما: إذن يا أستاذ، قل لمن وضعها بداخل تلك الزجاجة أن يخرجها كما أدخلها. ضحك الطلبة، ولكن لم تدم ضحكتهم طويلا، فقد قطعها صوت المعلم وهو يقول: صحيح صحيح، هذه هي الإجابة. من وضع الدجاجة في الزجاجة هو وحده من يستطيع إخراجها. كذلك أنتم وضعتم مفهوما في عقولكم أن اللغة العربية صعبة، فمهما شرحت لكم وحاولت تبسيطها فلن أفلح إلا إذا أخرجتم هذا المفهوم بأنفسكم دون مساعدة، كما وضعتموه بأنفسكم دون مساعدة. يقول المعلم: انتهت الحصة، وقد أعجب بي الموجهان كثيرا، وتفاجأت بتقدم ملحوظ للطلبة في الحصص التي بعدها، بل وتقبلوها قبولا حسنا يسيرا. هذه هي قصة ذلك المعلم. فكم دجاجة وضعنا نحن؟ إذا تبنيت مفهوما في عقلك أنه لا صعب إلا ما جعلته صعبا بإرادتك، وبإرادتك أيضا أن تجعله سهلا، فتنجزه دون ما أي عوائق أو مشاكل. أخرج الدجاجة من الزجاجة. السلام عليكم.